عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هعمل لكم حاجة سهلة وبسيطة وممكن كلنا ومعظمنا بنعملها هنا، بس اكيد في ناس يعني ممكن تكون مكسلة تعملها، فقررت ان انا اعملها مع انها سهلة وبسيطة علشان غيري ما يكسلش. النهارده يا جماعة بقى قلت مع شوية البامية وبرنجانة كده مشوية وبطاطين كده مشويين لازم نعمل حاجة جنبهم تبقى حلوة وتتاكل كده اكل. هنعمل ايه؟ عندنا حبه لبن مثلا رابوا مني مثلا، وانا مش محتاجه اعملهم مش محتاجه احطهم في اي حاجه تاني. تمام. ممكن اقوم ضربهم في الخلاط مع حبه زيت مع معلقتين سمنه بالظبط، مع 3 كيلو دقيق من بيتي، 3 كيلو دقيق من بيتي، مع حبه ملح، مع باكو خميره كده. حاجه سهله وجميله وبتخلي اللقمه والاكل ليه طعم، وحاجه تانية بيوديكي في حاجه تانية خالص. خلاص هنبدأ مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل بقى شوية رقاق كده باللبن، ناكلهم بقى مع الحاجة البسيطة ديت يا جماعة. مفيش احسن والله من البساطة، ومش لازم نكلف نفسنا فوق طاقتنا علشان نعرف نعيش. حاجة بسيطة هي بتخلي الحياة لها طعم، وتحسي كده ان الاكل كده ليه طعم كده وليه شمخة كده. خلاص. طبعا انا داخله الدقيق بتاعي كويس، مخليه بدل مرة 2، ودي دقيق يعني كيلو فينو مع ايه مع 2 غله. خلاص هنعمل بسم الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا اللبن ده انا ضربته في الخلاط لانه كان رايب قوي، كان رايب قوي، يعني كان زاد تحسيه كان جبن، يعني جبن شويه، فضربته في الخلاط. طبعا انا مش هرميه، حرام ان انت ترمي حاجه زي كده. اوعي ترمي اي حاجه، يعني كل حاجه بتحتاجيها، واللبن ده بالذات حرام ان انت ترمي منه حتى معلقه. خلاص. وهنعجنه اهو سهل خالص وبسيط، وما ياخدش منك وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. وبعدين والله وحشتوني كلكم. بفرح لما حد يقابلني من بلدي من هنا ويقول لي انا شفتك في فيديو كذا. بفرح والله العظيم بجد بيهم، ربنا يخليهم يا رب، وجزاهم الله كل خير. ربنا يسعد ايامهم ويسعد قلوبهم. وبفرح برضو للناس اللي بتتابعني اول ما انزل الفيديو، والله العظيم بدور عليكم وببص عليكم. وحشتوني يا حبايبي، ربنا يصلح لكم حالكم يا رب ويوفقكم. انا قررت ان اعمل الحاجه البسيطه ديت معاكم واصورها لكم، بس ان شاء الله في حاجات جايه جديده، وهننزل فيديوهات ان شاء الله ورا بعضها عن كل حاجه جديده باذن الله. شايفين انا عندي ده مش يعني مع اللبن يعتبر هو شرشه بس. انا بعجن دلوقتي اللي هو الرحالي او الرقاق او العيش العادي اللي هو البلدي عادي تعجني بيه. والله بيزيدوا حلاوه وبيخلي ريحته حلوه مش وحش. وبدل ما ترميه خساره، بدل ما ترميه، يعني انت لو انت مثلا بتعملي جبنه ببيتك او بتعملي جبنتك انت على ايدك، والشرشه ديت مثلا بدل ما ترميها اعجني بيها شويه رحالي او عيش عادي بلدي. والله بيخلي له طعم وريحه جميله قوي قوي. اوعي ترميه، احتفظي بيه. معلش بقى احنا قطعنا الفيديو لان حد نده علينا. طبعا انا الخميره انا ما كنتش حطيتها، هحطها معاكم اهو. ادي الخميره في جنبها عادي، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. ادي الخميره وهعجنه كده. شايفين انا بعجنه. طبعا انا حطيت كله مع بعضه لان زي ما قلت لكم ان ده عيش عادي من هو بتاعنا او الرقاق بتاعنا. بس انا بقى يعني بمنتهى البساطه كده معاكم بوريكم كل حاجه الخطوه بخطوتها. خلاص. زي ما قال لكم انا ما بحبش الحاجه ازودها زياده عن اللزوم، علشان خاطر بخاف عليها احسن يعني الكميه اللي انا محدداها ان انا اعملها تبوظ مني. شايفين؟ فانا هخلصها كده عجين والمها واوريها لكم يا حبايبي. ما شاء الله انا خلصت عجين خلاص. شايفين ايديا ما بتلزقش خالص ازاي؟ شايفين انا بلدت ايديا بتطلع نظيفه خالص. يعني انا خلاص كده تقريبا خلصت عجين، ما خدش مننا 10 دقايق، ما خدش مننا خالص اي وقت.
يعني عايزاكي كده تقومي معايا وما تكسليش، وقومي يلا علشان خاطر نعمل سوا ونعجنهم سوا ونخبزهم سوا. يلا يا حبايبي، انا بحبكم كلكم والله، يا رب يدوم ما بيننا التواصل. ما شاء الله اتعجنت اهي، وهيبقى احلى رقاق ممكن تاكليه. كفايه ريحته كده وانت قاعده قدام الفرن، وولادك كده يتلموا حواليك على ريحته الجميله. ومع حبه باميه يعني. ما شاء الله الباميه دلوقتي في يعني جميع الاسواق كلها. بتروحي السوق تلاقي ما فيش اكتر من الباميه قدامك. تجيبي مثلا نص كيلو تطبخيه وتعمليه مع حاجه زي كده بسيطه، بتبقى اكله بسيطه وجميله، ومحدش يقولك لا عليها لان معاها حاجه طريه تاكليها. وطبعا انا كل مره بقولك نصيحه، والنهارده انا بنصحكم كلكم ان انتوا تخلي بالكم من ولادكم برضو، ومن بيتكم ومن حياتكم. ما تخليش حاجه تكسرك، ما تخليش حاجه توقفك عن شغلك، ما تخليش حاجه توقفك عن حبك لاولادك، عن خوفك عليهم، عن تدبيرك لبيتك. كل واحده تحافظ على مملكتها، كل واحده تحافظ على اولادها. يا رب يدوم ما بينكم الحب والموده بينكم وبين ولادكم يا رب، ويا رب يصلح لكم حالكم يا حبايبي. فانا ان شاء الله انا دلوقتي هغطي، لان ما بحبش حاجه ان هي تنشف او تقشف زي ما قلت لكم، لان الحاجه لو نشفت او قشفت بتبوظ. وهسيبه 10 دقايق بالظبط، عشان انا في الحر، انا بخبز دلوقتي مش الصبح زي ما انتم متعودين مني ان انا بعمل الحاجه الصبح. فانا دلوقتي بخبزه ساعه الغداء، يعني تقريبا الساعه 12. فانا دلوقتي ايه هسيبه شويه 10 دقايق بالظبط، وهقرصه، وبرده 10 دقايق بعد ما اقرصه وهنبتدي فيه خبيز. وهسيبكم دلوقتي على خير. خلاص انا كده ان شاء الله هبدا تقريص دلوقتي. ما شاء الله هو بدا، على فكره هو رفح كده يعني بدا يخمر، بس انا طبعا مش عايزاه يخمر زياده عن اللزوم، علشان انا زي ما قلت لكم احنا دلوقتي خلاص يعني الدنيا حررت زياده عن اللزوم، الجو بقى حار، احنا في الاياله دلوقتي، يعتبر انا وقتي في الايال، فما ينفعش ان انا استنى عليه اكتر من كده. هبتدي اهو التقريصه اللي انت عايزاها، ممكن تطوليه لو انت عايزاه طويل قوي مفيش مشكله. عايزه الرغيف بتاعك يبقى طويل وحلو كده مفيش مشكله، صغير كده على قد اطفالك عشان ما يرموش بحاجه منه برده مفيش مشكله، اللي انت عايزاه. معلش بقى والله يا جماعه، في حاجات بتبقى ايه، دايما انا بنصحكم عن تجارب انا مريت بيها. بس في ساعات حاجات بتبقى مزعلانا، بتبقى فوق ارادتنا، يعني فوق يعني فوق طاقتنا بمعنى اصح. بس احنا لازم يعني نواصل الحياة يبقى فيها تواصل، ونكمل حياتنا ونشتغل، علشان احنا مسؤول مننا ارواح تانية ملهمش ذنب. خلاص، فمعلش ان كنت النهارده انا قصرت في حق الفيديو بتاعي بجد، انا حاسه ان انا مقصره، بس غصب عني معلش. بس انا حبيت ان انا اعمل حاجه النهارده بسيطه معاكم عشان ما اغيبش عنكم الغياب اللي هو يعني بجد بجد عدتوا بتوحشوني، عدت دايما عايزه اطلع على الكاميرا وعايزه اتكلم. بس طبعا في حاجات ممكن الواحد يتكلم فيها ينفع نتكلم فيها، وفي حاجات الواحد ما ينفعش نتكلم فيها. فمعلش بقى النهارده كده، بس ان شاء الله في فيديو قريب هينزل خالص، هيبقى حلو وهتتبسطوا منه خالص، لان هيبقى في حاجات هنشكل فيها ونشتغل بيها بتبقى على قد ايدينا، وفي نفس الوقت بتطلع لنا نتيجه حلوه قوي قوي زيها زي المصانع بالظبط، وهوريها لكم ان شاء الله، والفيديوهات دي هتنزل معاكم. والنهارده كده فيديو جميل وبسيط، يا رب يعجبكم. وبرده بيبقى حلو يعني لما تعملي حاجه زي كده في بيتك ممكن تعمليه. انت عارفه انت لو عملتيه وخبزتيه صغير كده على ايديكي، وقمت جايه حاطه على البوتاجاز، ان شاء الله يكون مصفى، لو مصفى وهتقلبيها وتحطيها على البوتاجاز، لو انت ما عندكيش يعني فرن، تعملي المصفى تقلبيها كده على شعلة النار، ويبقى عالي، ممكن تكون عالي في الاول على ما المصفى كده تقدح معاكي، وتقومي حاطه الرغيف كده بايديكي، هيقب معاكي، اول ما يقب تقومي مغطيه وتسيبيه هيحمر من تحت، وعايزه تقلبيه من على وشه عادي بيحمر من فوق ومن تحت كده، وبيبقى جميل والله وبيبقى له طعم. بس طبعا ما تغيبوش قوي علشان خاطر ما ينشفش منك، يبقى طري. خلاص يا حبايبي، طبعا انا عماله بقى اقرص، ومش متعوده ان انا مثلا ما اتكلمش معاكم، لان انا بحس ان انا بتكلم مع اخواتي، يعني مش بحب ان انا اعمل فيديو او اعمل حاجه من غير ما اتكلم ومن غير ما اقول نصيحه من القلب. مفيش حاجه ان احنا تعجزنا او ان احنا ترجعنا لورا، لا،
لازم نتقدم من قدام، واي مشكله في حياتنا تطلعنا لقدام ما ترجعناش لورا. ده دقيق عادي من البيت، من بيتي عادي. يعني ده الدقيق اللي هو الغله اللي انا قلت عليه قبل كده. دقيق الغله دي يا جماعه والله انا هشكل لكم منه شويه حاجات جميله في متناول الايد. طبعا اللي ما عندوش الدقيق الغله، احنا كمننا هنا بلد ارياف، عندنا في كل بيت فيه دقيق غله. انما طبعا فيه طبعا زي القاهره واسكندريه والمنصوره وطنطا والحتت ديت اكترهم عندهم بيشتروا الفينو، بيستعملوا الفينو. طيب الفينو هنعمل بالفينو وبقى جميل واحلى كمان من الغله، وما ما بيبتولش بالعجل زي الغله. الغله عايزك تعملي على طول تاكلي منها ما تركنهاش، انما الفينو ممكن يتحمل معاكي يوم واتنين وتعينيه في الفريزر ما يجرالوش اي حاجه. انما الغله لما تحتفظي بيه في الفريزر الرغيف بيقطع، العيش بيقطع، او لو سبتيه بره يبتول. فانت تعملي ايه عشان انت ما تعملهوش، ما تسيبهوش كده، تنشفيه. ممكن تنشفيه عادي في الفرن، تطلعيه قابب كده وناشف وتاكلي منه، تغمسي منه اي حاجه، بيبقى جميل جدا. انا عن نفسي والله يا جماعه بغمس بيه الشاي كمان، يعني عارفين الشاي بغمس بيه الشاي، بيبقى جميل جدا وليه طعمه جميل ما شاء الله. انا قرصت اهوت، شايفين والله العظيم، ولا بيلزق في ايدي ولا بيلزق في ايدي. دي العجينه الايه الصح، ولا يلزق في ايدك ولا اي حاجه وانت بتعجني، شايفين ولا يلزق في ايديكي ولا اي حاجه. يعني انت شايفاه سهل خالص وجميل وبسيط، وما خدش مني عجين 10 دقايق والله يا جماعه، 10 دقايق اهو شايفين. طبعا انا بحب نصيحتكم، يعني انا بحب النصيحه، يعني اللي بينصحني انا بسمع النصيحه منه. والله العظيم يعني الحمد لله الحمد لله، انا ما بزعلش من حد حتى لو نصيحتي ديت مثلا قاسيه او شايفاها مش في مكانها. طبعا برضو بسمعها ما يعني ما بوربش او بابي او بقفله في وش اي حد بيقول لي كلمه حلوه او نصيحه او اي حاجه. يا رب يدوم ما بيننا التواصل، ويا رب دايما نبقى مع بعض ويخليكوا ليا. وانا طبعا الفيديو اخر فيديو زعلني جدا جدا جدا، نزلته انا وولادي. طبعا هو زعلني على زعل ولادي، لان ولادي زعلوا لان هو ما جابش مشاهدات. بصراحه ما جابش مشاهدات، مع ان الفيديو ده انا كنت منزلاه وولادي كانوا متعشمين يجيبوا مشاهدات عشان ولادي فيه كانوا يعني فرحانين ان هم نازلين معايا. بس الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. لازم نرضى بنصيبنا ونرضى باللي ربنا قسمه لنا، وجايز يكون خير ليا وانا مش عارفه، والحمد لله. خلاص نحمد ربنا على كل شيء، والواحد ما يعجزش على اي حاجه. والله العظيم انا بدات حياتي يا جماعه، طبعا ما كانش عندي دقيق الغله ولا كان عندي حاجات في البيت متوفره، في يعني ايام صعبه مرت عليا جدا جدا. ممكن القريب مني وبيسمعني هو اللي عارف ان كلامي حق مش كلام كده. والله العظيم يا جماعه كنت بحوش الدقيق. عارفين يعني ايه كنت بحوش الدقيق؟ يعني كنت اروح عند اي بقال كده واشتري مثلا حاجه، اقول له النبي ايه هات نص كيلو دقيق، وزن لي نص كيلو دقيق، يقوم وازن لي نص كيلو دقيق. ما اتعلمتش كده من فراغ، انا كنت بحوش حاجتي واشتغل عليها واعملها عشان ولادي، والاقي ولادي فرحانين بيها. والله والله كنت بقى احسن من اللي عندهم شكاير متخزنه دقيق ويبقوا عينينها ويستعملوا منها كل يوم. انا كنت بعمل الحاجه كانت بتبقى حلوه قوي قوي قوي، بتبقى جميله. عشان كده اشتغلت في المخبوزات، لان حسيت ان انا بحس فيها براحه، وبحس ان انا مثلا طاقتي او زعلي او اي حاجه اما اعمل حاجه لعيالي زعلي بيروح، نفسيتي بترتاح اما بعمل حاجه لعيالي حلوه وعيالي تفرح بيها. فكنت بقى بعمل ايه؟ فكنت بحوش الدقيق، بحوش سمنتي، بحيث ان لما يجي رمضان علينا يا رب بخير، فكان بقى يجي عليا رمضان احوش حاجتي، احوش دقيق عشان اعمل بسكوت لولادي، اعمل كحك، اعمل قراقيش، اخبز، اعمل عيش طباخ، اعمل اي كان لولادي. يبقى انا مثلا خلاص حاجتي في بيتي، يعني ما اروحش فجاه اشتري فاحس ان هتبقى تكلفه عليا فتعجزني فاقوم قاعده فما اعملش. لا كنت بحوش نص كيلو دقيق بنص كيلو دقيق. والله العظيم بجد انا مش بقول لكم علشان حاجه، انا بس بعرفكم عشان اكيد في ممكن حد يتفرج عليا او يسمعني وانا بتكلم. فعلا احنا كلنا بنمر بظروف صعبه،
بس احنا لازم حياتنا نسيستمها او نمشي على اي حاجه. يعني ممكن انت حياتك مش هتفضل على طول وحشه او صعبه، بيجي وقت وربنا بيفرج همك وبييسر لك امرك. يا رب ييسر لكم امركم كلكم، بس في الوقت ده ما تعجزيش عن حاجه. خليكي كده. لو واحد والله العظيم بقولك يعني ممكن تعملي كحك وبسكوت وتيجي تدوري تاني كلفتي كام، مش هتحسي بيها، لانك انت حوشتي دقيقك من نص كيلو، حوشتي سمنتك، حاجتك، فما تحسيش بيه. بتلاقي فجأة بيتك مليان خير. يعني انت ما تعملي 2 كيلو كحك ويفوتولك 4 كيلو ما شاء الله، تحسي ان انت يعني عندك خير في بيتك. ولادك بيصبحوا الصبح يفطروا ياكلوا، بيبقى ما شاء الله بيبقى ليه طعمه جميل. خلاص انا مش عايزه بقى اكتر عليكم، انا خلاص قرصت، وطبعا هغطي عليه علشان خاطر عشان خاطر مثلا ايه ما ينشفش مني. وهرجع تاني ان شاء الله بقى. هنخبز على طول 10 دقايق بس، هولع فرني يشتغل مع نفسه كده، وهنخبز مع بعض بقى احلى خبيز. ممكن نعمل ابابير بسكر، بس النهارده بصراحه مش فاضيه لها. ممكن وانت تعملي ابابير بسكر كده لاولادك، يا سلام بقى، ما اقولكوش على طعمها وجمالها. والله حاجه جميله وبسيطه ومفيش لها تكلفه. عندك شويه لبن، ابدأي على طول عجني، ابدأي على طول اعملي. اوعي تكسلي عن حاجه، اوعي تحسي انها صعبه او حاجه هتبوظ منك. لا لا قدر الله، مفيش حاجه بتبوظ ولا حاجه. توكلي على الله وقومي يلا يا حبيبتي معايا عشان نخبز مع بعض احلى خبيز. يلا قومي تعالي معايا بقى عشان تخبزي معايا، مش هسيبكم ابدا. تعالوا عشان يعني عاوزكم دقيق كده وتساعدوني. يلا نبدا بسم الله مع بعض. ما شاء الله كده. والله نفسي بصراحه، يعني انا بحب اللمه بصراحه يا جماعه. والله بحب اخش كده في وسط زحمه كده ويكونوا افراح وبيخبزوا كده، واخش بقى ابين شطارتي واشمر كده واخبز معاهم. يا سلام، واقعد اضحك واتنقر على دي واضحك مع ديت. والله بتبقى ايام حلوه. يا رب يدوم علينا الفرح جميعا. شايفين سهل في الخبيز ازاي، ولا مكلكع، ولا تيجي تخبزيه تلاقي مكلكع ولا اي كان. ما شاء الله شايفين على طبلتي المتواضعه المكسوره والحمد لله دي. والله ما في حاجه هتعمل علينا ابدا، ما فيش حاجه ان هي مثلا تكتر علينا. كل شيء وله حل ان شاء الله، كل شيء له حل طبعا، مش كده يا ندى؟ مكسوره اكيد هنظبط العمل يعني. خلاص انا خبزت اهو، شايفين. طبعا انا ما بحبش اكتر، يعني مثلا ان انا اكتر من يعني مثلا بدل ما اعمل 20 رغيف واحطهم قدامي ينشفوا ويبوظوا، لا. هنا المكنه على الواحد يا جماعه. كانوا بيسالوني ويقولوا لي المكنه انت بتعمليها في فيديو قبل كده انا نزلته للرحالي بالميه العاديه. كانوا بيسالوني المكنه على دي اقل حاجه في المكنه، اقل حاجه بحيث ان هو يخليك الرغيف بس كده. انا مش عايزه الرغيف اطول من كده اهو. شايفين الرغيف؟ انا مش عايزه الرغيف اكبر من كده. واللي ما عندوش مكنه وما عندوش فرن برضه هيخبزوا على ايده عادي. ويعملوا زي ما قلت له بالظبط، زي ما قلت بالظبط المصفى كده، ويعمل وان شاء الله هيتخبز معاه احلى عيش. خلاص هرجع اعمل المكنه على ايه قبل الاخير، مش عايزه الدرجه الاخيره قوي. دلوقتي ريحه المقادير. معلش بقى دوري كان بيأذن، فاضطريت ان انا اقفل الفيديو وغبست اللي انا عملته. وريهم يا ندى. ما شاء الله شايفين الحلاوه ورقه العيش وجماله. شايفين ما شاء الله، شايفين قعره محني كده وجميل. شايفين والله ريحته يا جماعه جميل. اوعي ترمي الميه بتاعت الشرشه بتاعت الجبنه بتاعتك او اللبن اللي عندك مثلا وحسيت ان هو جبن شويه وتزعلي منه تقول لا ده انا هعمل بايه. جري يفرموه في الخلاط مع 2 كيلو دقيق واعجنيهم بحبه خميره صغيرين. والله احلى عيش وتحطيه في الفريزر برده جميل جدا، بس ما تغيبوش في الفريزر اكتر من اسبوع، تاكلي منه خلال الاسبوع. وانا بقى مش هكتر، وزي ما قلت لكم انا بعمل على المكنه اقل حاجه عشان انا مش عايزاه. يعني بدل ما اعمل بالخبازه انا بخبز لوحدي ولا الحوجه طبعا، يعني بدل ما اقول تعالي يا فلانه ولا يا علانه، لا طبعا لوحدي اهو.
قلت لكم يعني ايه تعملي مع نفسك كده ما شاء الله بيبقى جميل جدا. وهرجع اعمل المكنه على ايه قبل الاخيره، انا مش عايزاها الاخيره قوي، انا عايزاها اللي قبل الاخيره. خلاص كده تمام، المكنه ظبطت معانا اهو ما شاء الله. انا مش عايزه وشه يبقى شارب دي خالص، يعني يبقى ايه وشه معطش كده وجميل، علشان يبقى وشه معاكي كده ناعم زي اللي انا طلعته. شايفين ما شاء الله الفرن بتاعي مظبوط وجميل. خلاص كده حاجه كده، واقوم جايه ايه عشان تتغدى ولا كان في اي حاجه اهو ما شاء الله اهو. سهل جدا وبسيط، سهل وبسيط. شايفين اهو جميل جدا اهو ما شاء الله. شايفين الجمال، شايفين الجمال والحلاوه. لازم انت تدوقي تقومي وتعملي وتدوقي احلى رغيف ممكن تاكليه ما شاء الله. شايفين الجمال اهو. شايفين لان الفرن طبعا بيحمى، فانا مش عايزه الفرن يحمى عليه قوي. شايفين الجمال، شايفين ما شاء الله جميل جدا. شوفوا الرغيف اللي قد ده ما شاء الله جنب الشرايح قام رايح. شايفين اهو مع بقى شويه الباميه كده. يا سلام، مش شرط يعني ان احنا نلاقي لحمه كل يوم، ما ينفعش يعني. مثلا بتنوعي وتغيري، وصدقيني ما فيش احسن من انك تجددي كل يوم في حياتك، هتحسي لها طعم ومعنى ان شاء الله. شايفين سهل ينزل بالمكنه بكل سهوله. استني يا مليك، استني يا مليك. طبعا مليكه طبعا من ناحيه بقى تشتغل. شايفين منظره وجماله. دي عنده واحدة، عنده واحدة. طبعا لازم انزل كده علشان ما يبقاش الصينيه حامله عليه قوي. شايفين الجمال، ما خدش اي حاجه، مش هيقول لنا اي حاجه. شايفين الرغيف، شايفين الرغيف، شايفين جماله وخفيف، خفيف وجميل كده جميل. مش مثلا ان انا اخرت اهو. ادي الرغيف وادي جماله. ماما الرغيف وادي جماله ما شاء الله ما شاء الله. والله انا عايزه اغني له، والله عايزه اغني له كده. الله مفيش احسن من الجمال واحسن من النظافه واحسن من الرتابه واحسن من شغلك كده وشغل البيتي والحاجه الحلوه كده اللي في البيت. سيدي يا سيدي على الحلاوه. نعم شايفين ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. ثواني وانا قاعده، طبعا قاعده قدام فرني. الله 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 على الحلاوه. خلي يا بوكو احسن سخن يا حبيبتي. الله الله على الحلاوه والريحه الحلوه والنفس الحلو اللي طالع منه ده. الله الله ما شاء الله اللهم بارك. خلاص طبعا انا مش عايزه بقى ان انا ايه افضل مولعه الفرن كده وابهدلكم معايا طبعا من صوته، فانا هخلص الكميه ما شاء الله. شايفين انا طبعا انا حبست في دقيقه حوالي ايه قولي يعني مثلا 17 كده ولا 18 رغيف. وان شاء الله انا هخلص. طبعا انا حاطه الصينيه ديت عشان الهواء من الجهه الثانيه الهواء ما يفتحش المشمع. مفيش احسن من النظافه يا جماعه، مفيش احسن من انك تعملي حاجتك بايدك. والله العظيم جميله جدا جدا. بس طبعا الكلام ده مش للزباين طبعا. ويا رب يدوم التواصل ما بيننا. خلاص اخيرا خلصت الكميه اللي معايا ما شاء الله. جميل وخفيف، وتعملي سندوتشات، تعملي اي حاجه تاكليه بالف هنا. جميل جدا ما شاء الله. 3 كيلو رمولة حبه حلوين اهو. بتكيسيه تحطيها زي ما انت عايزه في الاكياس بتاعتك، زي ما انت عايزه طبعا. ممكن تحطي كل كيس، انت عارفين الكيس اللي هي بنجيبها تعبي فيها لبن، الاكياس الصغيره. ممكن تعبي كل 5 رحاليات مع بعض، تحطهم في الفريزر، طلعها على قد اكلك او قد فطار. ممكن تحطي 20 واحده مع بعض على حسب استهلاكك وحسب استعمالك، بحيث ان مفيش حاجه تبوظ ولا تتخدر منك. واشوفكم برده في فيديو جديد احسن واحسن واحسن، ويا رب يخليكم ليا ويدوم ما بيننا التواصل. معلش بقى انا بخبز في عز الاياله والدنيا نار.
ماما